هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. فكرة الفيديو النهاردة هتكون عن ان احنا ازاي نحب نفسنا، وان احنا ازاي نخلي من نفسنا احسن نسخة لنفسنا، وهنرجع تاني لنقطة نفسنا دي تاني. اول حاجة هدخل في الفيديو على طول، واللي احنا لازم نكون عارفين فكرة معينة كده نمشي بيها طول حياتنا، ان احنا كلنا يعني كناس كلنا ربنا خلقنا مختارين في الارض. يعني ايه مختارين في الارض؟ يعني ربنا خلق كل واحد لهدف معين. يعني انا مثلا كباري اتخلقت مثلا لهدف معين، لمثلا لحياة معينة، لشغل معين، لكل حاجة معينة. والفكرة دي لازم تفضل في بالنا، لان احنا مثلا اول ما بتحصل مشكلة مثلا عندنا او في اي حاجة، يعني عموما مش مشكلة من نوع محدد، بنفضل نقول ليه واشمعنى انا وكده. طبعا اولا ده حرام اللي احنا نقوله، اللي احنا نقول اشمعنى انا وليه وكل الاسئله دي، لان طبعا ربنا مش بيجيب اي حاجه وحشه لاي حد. ولكن احنا لازم نكون مقتنعين بالفكره اللي احنا كل واحد اتخلق لحاجه معينه، وان احنا لازم بجد، وده شيء مفروض علينا، اللي احنا نحب نفسنا ونقدر نفسنا عشان الناس تحبنا وتقدرنا. بجد كنت بسمع من ناس كتير قوي ان انا شخصيه متحبش، ان انا استاهل الوحش، ان انا مثلا لما تلاقي نفسها ناجحه وكده تقول لا انا مستاهلش كل ده. طبعا كل ده غلط جدا، وبجد بيأثر في الشخصيه وفي سلوك الانسان كمان مع نفسه. يعني انا ممكن مثلا الاقي شخص بيروح يقول لكل الناس اللي انتوا تستاهلوا الخير، اللي انتوا شخصيه حلوه وشخصيه جميله وشخصيه تحفه مفيش منها، ومش بيقول كل ده لنفسه. طبعا ده شيء غلط جدا. وعلى فكره ممكن الشخص اللي قدامك اللي انت بتنصحه ده يحس ان النصيحه مش من قلبك، مش قصدي من قلبك، يعني انت مش مقتنع بيها. ليه؟ لان انت مش مقتنع بيها على نفسك، فاكيد لما توصلها للشخص اللي قدامك، الناس اللي قدامك، فهتوصلها المعلومة كده مش هتحسها يعني من جواك قوي، لان انت مش مطبقها على نفسك. فده طبعا شيء وحش جدا جدا بجد، وبيأثر في الشخصية جامد جامد، وبتأثر في النفسية كمان جامد. احنا لازم بجد على قد ما نقدر احنا نحب نفسنا لنفسنا، ونطور نفسنا لنفسنا. كل واحد فينا، كل شخص فينا بيكون فيه حاجة كده فيه هو مش بيحبها، او حاجات هو مش بيحبها. فمثلا لازم هو يكون مقتنع طبعا ان ربنا خلقه كده في احسن تقويم. ولكن مثلا يعني واحد فينا مثلا مش عاجبه جسمه، مش عاجبه شكله، مش عاجبه مثلا لون بشرته، مش عاجبه اي حاجه من دي. فاحنا لما عايزين نطور نفسنا، فاحنا عايزين نكون نطور نفسنا لنفسنا. يعني مثلا مش عشان حد مثلا قال لنا انتوا جسمكم مش مظبوط، انتوا بشرتكم مثلا افتحت اغمقت كده، يعني كل ده. فاحنا مفروض ان احنا ما نسمعش لكلام الناس اللي هو السلبي ده، اللي هو بيتشبه بالتنمر. واننا طبعا ما ينفعش اي كلمه تتقال لينا اللي احنا نصدقها عن نفسنا، لان ناس كتير قوي قوي بتتعرض للتنمر، وبتكون بجد مش بتعرف تتعامل مع الموقف ده، فتحس نفسها اللي هي مثلا وحشه مثلا في حاجه معينه. وكل ده طبعا احنا لازم نكون واثقين من نفسنا عشان نقدر نتعامل مع الموقف ده، لان كلنا بجد لازم يكون، او احنا ملزمين ان احنا نحب نفسنا عشان نقدر نكمل في الحياه. ليه بقى ممكن مثلا احنا ما نحبش نفسنا؟ انت تسأل نفسك ليه انا مثلا ممكن ما احبش نفسي، وايه السبب؟ مش هتلاقي سبب مقنع خالص بجد، اللي هو مثلا يكون سبب يعني قوي قوي عشان ما تحبش نفسك فيه. ممكن زي ما قلت في اول الفيديو ان كل واحد فينا في شيء كده مش عاجبه، ولكن اللي انت ملزم تحب نفسك في كل اوضاعك. زي ما كنا بنقول ان حبك لنفسك ده هو اللي هيخليك تكمل في دراسة، هيخليك تكمل في شغل، هيخليك تكمل في حياتك عموما. لان انت طول ما انت مش بتحب نفسك، فمش هتقدر تواجه الناس، ولا تواجه افكارهم، ولا تواجه كل ده. ملزم ان انت تكون مستقل بشخصيتك، مستقل بافكارك، مستقل بكل حاجة لنفسك عشان نفسك. لان انت بجد لو حد مثلا فضل مش مستقل بنفسه ولا بشخصيته ولا بافكاره، فبجد هيأذي نفسه بنفسه. وبجد نصيحة انا دايما مثلا بقولها لنفسي او بقولها لغيري، ان محدش هياخدك كده من ايدك ويقولك يلا عشان نطور نفسك.
انت الملزم ان انت تطور نفسك بنفسك، ان انت تحسن نفسك بنفسك، انت تحب نفسك بنفسك. مفيش حد في الدنيا دي كلها هيقدر يحسنك الا نفسك، ولا يحسن افكارك ولا يحسن شخصيتك ولا يحسن اي حاجة غير نفسك وبس. وتكون نفسك دي او شخصيتك دي تبقى غالية عليك، عشان تكون مثلا تقدر تواجه الناس بمشاكل الحياة. بكل ده لازم ان انت تكون مقتنع بكل ده بنفسك، وان انت تقعد تقوي نفسك وتشجع نفسك ان انت تستاهل الاحسن. وان انت مثلا لما يحصل مثلا موقف معين، مثلا انت ما نجحتش في شيء معين، ما تقبلتش في مثلا في شغل، في كلية، في دراسة، في اي موقف في الحياة ده كله، يعني اللي انت تكون مقتنع ان الشيء ده مش خير ليك، مش عشان انت فاشل. لا، مفيش حد فاشل فينا. وبجد بجد ده الفكرة انا لسه عارفاها قريب، ان فعلا مفيش حد فينا فاشل. الانسان بجد كل ما يطور نفسه هيحسن نفسه بجد في حاجات كتير قوي. كل ده بس فكر ملهوش لازمة. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، واتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي. وكده يكون الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.